لعنة الملك حموس يا جماعة، ركزوا معايا عشان اللي هحكيه دلوقتي مش أي قصة. دي حكاية فيها رعب، فيها لعنة، وناس ضاعوا بسببها. بس قبل ما نبدأ انزل دوس لايك بسرعة وعامل فولو للقناة، لأن اللي جاي هياخدك سنة. زمان قوي وسط رمال الصحراء اللي ملهاش آخر كان في ملك مصري اسمه أحمس، ملك شجاع طرد الهكسوس ورجع لمصر كرامتها. بس حموس وهو بينتصر خبى معاه سر خطير، لعنة مرعبة بتحمي قبره من أي حد يجرؤ يقرب. ومرت السنين وجيه دكتور آثار اسمه رمزي، راجل طموح نفسه يدخل التاريخ ومصدقش كلام الشيوخ اللي قالوله اوعى تفوق حموس، اللعنة حقيقية. بس رمزي كان عنيد، وفي ليلة قمرها شكله غريب. الفريق اللي معاه لقى مدخل المقبرة مستخبي وسط الرمال. أول ما دخلوا برد مفاجئ لف وشهم، أصوات خفيفة كأن حد بيهمس حواليهم. ارجعوا سيبونا نرتاح. بس رمزي كان بيضحك ومكمل. وصلوا قدام التابوت بتاع الملك حموس، مكتوب عليه بخط فرعوني واضح: اللي يزعجني سيفي هيطوله وروحي مش هترتاح إلا لما آخد حقي. تفتكروا رمزي خاف؟ أبداً. أمر بفتح التابوت وهو بيضحك ويقول كلام فاضي. أول ما التابوت اتفتح الدنيا سودت، النور اختفى والريحة بقت خنقة. وفجأة صرخة رعب، واحد من الفريق اختفى قدام عينيهم. ومن هنا بدأت الكارثة. واحد مات في حادث غريب، والتاني صحى لقى شعره شايب وعينه بتدمع، والتالت بقى يعزف كلام عن الملك المنتقم. أما رمزي آخر مرة شافوه كان بيجري في الصحراء بيصرخ بأعلى صوته: الحقوني، أحمس ورايا، أحمس جاي. لحد النهاردة المنطقة دي مهجورة، والبدو بيقسموا إنهم بالليل بيسمعوا صوت صريخ وخيول ماشية وسط الرمل. وكل مرة الريح تعلى تلاقي صوت جاي من بعيد بيقول: اللي سرق كنزي ملعون لحد يوم الدين. موسيقى النهاية. لو حسيت بقشعريرة وانت بتسمع القصة انزل بسرعة دوس لايك وعامل فولو، واستنى مني قصص رعب فرعونية تانية أقوى وأخطر.